عقوبة الانسحاب في الدوري الجديد مفاجأة بالنسبة لي. اندهشت قمت من على الكرسي قلت بجد هي دي عقوبة الانسحاب؟ بجد مفاجأة، كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني النادي الاهلي هو كسب الدوري وانسحب من ماتش الزمالك واتخصم منه 3 نقط بس. ليه؟ محدش يعرف لحد دلوقتي. فنبدأ على نضيف بقى. في حالة الانسحاب من اللقاء يتم خصم 6 نقط. ده الجديد بقى، مفاجأة. ايوه، طب هو النادي الاهلي الدوري اللي فات واللائحة اللي فاتت احنا بنبدأ على نضيف او ما عدا النادي الاهلي. لو النادي الاهلي انسحب هنعمل اي حوار، هنعمل اي حاجه، بس في الاخر هنخصم 3 نقط بس. ليه؟ لان ده النادي الاهلي. ليه؟ لانه ده نادي الدوله. ليه؟ لانه هو كده. ليه؟ لان القانون لا يطبق على النادي الاهلي. واذا كان عاجبك، مش عاجبك ما تلعبش. النادي الاهلي فوق الجميع، صح؟ لايك وجهة نظركم في الكومنتات، شير مهم جدا الفيديو، فولو على المتابعه مهم جدا. سلام.